الارض دي الحاجه يلا بينا. اللي الناس مستنياها الفتره دي. يلا. رايك ايه اصلا في القصه والموضوع كله على بعض؟ رايي يا هيما اللي احنا في الارض نادي الزمالك دي بقى لها كتير قوي. انا مش هتكلم مين صح ومين غلط. ماشي. احنا بنناشد الناس اللي هي تقف معانا الزمالك. احنا مش ضد القانون، بس في حاجه اسمها روح القانون. يا سلام عليك. فاحنا ماشي. بنناشد الناس. النادي الزمالك عمل عقود مع جهات حكوميه الفتره اللي فاتت، فاكيد الناس دي عارفه اللي الارض تخص نادي الزمالك. صحيح. مش ما فيهاش حاجه، ما فيش قصه يعني في الموضوع ده. ف فوجئنا في يوم وليله كده اللي الارض انسحبت. فاحنا بنناشد الناس اللي احنا تقف مع الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير وجماهيره كبيره. الارض دي لو اتاخدت يا هيمو النادي ده قفل. احنا عاملين عقود بفلوس كتير جدا والفلوس دي اتصرفت، هنرجعها ازاي؟ ده بيخلينا نروح يا هيمو لحته للدرجه دي حاسس انه قفل؟ يعني مش تحسها كلمه خطر قوي او كبيره؟ قفل. والله دي حقيقه. احنا بقى لنا كام سنه بنقول الاسماعيلي هيرجع. كتير قوي. ناس كتير قوي في التلفزيون طلعت قالت الاسماعيلي هنساعده لحد دلوقتي ما حدش بيساعده. فلو انتوا هتقبلوا الناس الزمالك يبقى في الحته دي جمهور نادي الزمالك مش هيقبل يعني. فاحنا بنناشد السيد الرئيس اللي هو يقف معانا الزمالك وجماهير نادي الزمالك. فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي مناشده على الهواء مباشره. طيب، انا عجبني ان انت قلت نقطه مهمه، انه قلت انه يا جماعه انا مش جاي اقول مين صح ومين غلط، ولا جاي ارمي على ده ولا ارمي على ده. احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه ولا ان احنا جايين ضد القانون، ولا احنا يا جماعه عايزين نروح القانون. واتخيل انه هي دي اللغه العاقله اللي بيها ممكن تتحل الامور. يمكن احنا امبارح كنت بتكلم مع الدكتور حسام المندوع عضو مجلس الاداره، ومع الدكتور كمال شعيب كمان مستشار القانوني على الهوا يعني. فالناس قالوا انه في تظلم هم بيرفعوه، ومن المنتظر انه التظلم ده يتم النظر فيه، ومن ثم يكون بعد كده التحرك. ليه انت حاسس قوي بخطوره انه لو الارض دي اتسحبت من نادي الزمالك يبقى في انعكاس على الفريق نفسه او على النادي نفسه؟ طبعا لما زي ما بقول لك يا هيما اللي احنا خدنا ارقام كبيره جدا في العقود اللي اتعملت في الزمالك، والفلوس دي اتصرفت على لعيبه او حاجات تانية في النادي. ايوه. كل الالعاب مش كوره بس. فنادي الزمالك هيرجع الفلوس دي ازاي؟ مفيش موارد تانية تقصد؟ مش هترجع. وكمان اللي بيخلي الواحد متضايق الناس جوه نادي الزمالك هي اللي كانت بتنخور في الموضوع ده. جوه نادي الزمالك هم عارفين نفسهم. النهارده مش هقول اسمائهم، بس المره الجايه هقول. فيا ريت الناس تحب الزمالك شويه ويحبوا بعض قبل ما نخلي الناس تحبنا. لازم احنا نحب